الجيش السوداني 178 من الطائرات المقاتلة، و18 من المقاتلات البحرية، و330 من الدبابات وأنظمة إطلاق الصواريخ التي يصل عددها إلى 16، وبميزانية تصل إلى 2 مليار دولار. المركز التاسع الأردن. يعتبر الجيش الأردني أحد أقوى الجيوش في العالم العربي، هدفها الرئيسي هو التعامل والصد لجميع التهديدات التي يمكن أن تتعرض لها دولة الأردن، وقد نجحت في ذلك. يمتلك الجيش الأردني 270 من الطائرات المقاتلة، و90 من المقاتلات البحرية، مع 1250 من الدبابات، وبميزانية تصل إلى 1.5 مليار دولار. المركز الثامن اليمن. يحتل الجيش اليمني المركز 61 في العالم والمركز 8 في العالم العربي. في السنوات الثلاث الأخيرة تراجع ترتيب الجيش اليمني بشكل كبير جدا، والسبب يعود للأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد. يمتلك الجيش اليمني 170 من الطائرات المقاتلة، و30 من المقاتلات البحرية، مع 1260 من الدبابات، وبميزانية تصل إلى 1.4 مليار دولار. المركز السابع العراق. رغم الأحداث التي تشهدها العراق، إلا أنها تحتل مركزا مشرفا بين الجيوش العالمية، رغم أن الترتيب قادر على التحسن، وذلك بعد أن يستطيع الخروج من الأزمات والتغلب على التحديات. يمتلك الجيش العراقي 260 من الطائرات المقاتلة، و60 من المقاتلات البحرية، مع 297 من الدبابات، و103 من أنظمة إطلاق الصواريخ، وبميزانية ضخمة تصل إلى 6 مليار دولار. المركز السادس الإمارات العربية المتحدة. رغم أن عدد الأفراد في جيش الإمارات العربية المتحدة لا يتعدى 62 ألف فرد فقط، إلا أنها تمتلك من الأسلحة المتقدمة ما يشفع لها أمام عدد أفراد الجيش الهزيل. يمتلك جيش الإمارات العربية المتحدة 515 من الطائرات المقاتلة، مع 75 من المقاتلات البحرية، مع 545 من الدبابات، و105 من أنظمة إطلاق الصواريخ، وبميزانية ضخمة جدا تصل إلى 15 مليار دولار. المركز الخامس المغرب. بدأت المغرب تتقدم بشكل ملفت نحو المراكز المتقدمة في قائمة أقوى جيوش العالم، وذلك راجع للنجاحات الكبيرة التي حققتها، خاصة مع التعامل مع التهديدات وحماية الأمن والوحدة الترابية للمغرب. يمتلك الجيش المغربي 282 من الطائرات المقاتلة، و121 من المقاتلات البحرية، مع 1215 من الدبابات، وأكثر من 440 من أنظمة إطلاق الصواريخ، وبميزانية تصل إلى 3 مليارات دولار. المركز الرابع سوريا. رغم الصراعات الكبيرة التي تحدث في دولة سوريا، إلا أنها تحتل مراكز متقدمة جدا، وذلك راجع إلى الدعم الكبير الذي تحصل عليه من الدول المتقدمة في هذا المجال مثل الصين وروسيا. وللأسف فإن هذا الجيش يستعمل ضد الشعب عوض أن يستعمل من أجل حمايته. يمتلك الجيش السوري 461 من الطائرات المقاتلة، و56 من المقاتلات البحرية، مع عدد ضخم من الدبابات يصل عددها إلى 4500 دبابة، وبميزانية تصل إلى 1.8 مليار دولار. المركز الثالث الجزائر. من المذهل مشاهدة الجيش الجزائري يحتل مراكز متقدمة في العالم، وأيضا تمكن من التقدم في الترتيب على دول متقدمة في هذا المجال مثل إسبانيا والسويد واليونان وهولندا، وذلك لم يأتي عن طريق الصدفة، وإنما عن طريق العمل الجاد الذي تقوم به هذه الدولة من أجل تحسين جيشها. يمتلك الجيش الجزائري 451 من الطائرات المقاتلة، و69 من المقاتلات البحرية، مع 975 من الدبابات، وبميزانية ضخمة جدا تصل إلى 10 مليار دولار. المركز الثاني المملكة العربية السعودية. استطاع جيش المملكة العربية السعودية التقدم نحو القمة في السنوات الأخيرة، وذلك راجع إلى الميزانية الكبيرة المخصصة للجيش والأسلحة المتطورة، وكذلك الدعم المقدم من الحكومة. يمتلك الجيش السعودي 722 من الطائرات المقاتلة، و5 من المقاتلات البحرية، و1210 من الدبابات، مع أكثر من 520 من أنظمة إطلاق الصواريخ، وبميزانية تعتبر الأكبر من جميع الدول العربية تصل إلى 46 مليار دولار.
المركز الأول مصر. تمتلك دولة مصر جيشا قويا جدا، حتى أنه استطاع التفوق على دول متقدمة من الناحية العسكرية مثل إسرائيل وإيران وكندا وأستراليا، وذلك راجع إلى أسباب عديدة. كما أنها احتلت مركزا متقدما في قائمة أقوى جيوش العالم باحتلالها للمركز الثاني عشر لتصبح بذلك صاحب أحد أقوى الجيوش في العالم. يمتلك الجيش المصري 1133 من الطائرات المقاتلة، و319 من المقاتلات البحرية، و4624 من الدبابات، وبميزانية تصل إلى 4 مليار دولار. بعد المشاهدة، في نظرك من هو الجيش العربي الذي يستحق